احنا خسرنا عشان احنا فريق ظالم، عشان احنا فريق بنفضل لعيبه على لعيبه. احنا فريق واقسم بالله احنا النادي ماشي بالوسايط. انا بقول لك اهو، انا بقول لك اهو. ليه؟ لما يكون في لاعب زي قفشه محمد تاني موجود في النادي الاهلي لحد دلوقتي، يعرف ان احنا ما بنعملش، مش ماشيين في حاجه صح. لما لاعب زي ديانج ما يلعبش الماتشين اللي فاتوا والنهارده ما كنتش بادئ بيه اساسي، ولما لقيت مستوى حمدي فتحي زي الخرا لعبت بيه، يعرف ان احنا اصلا نادي ماشي بالوسايط. احنا نادي ماشي بالوسايط اقسم بالله. احنا يا جدعان اللي احنا عملناه ده اهو، يعني بظل اللي احنا اتعادلنا وضيعنا 200 هدف وقفشه بصوا يا جماعه، اقسم بالله في لعيبه ما تستحق انها تلبس شيرت النادي الاهلي، في لعيبه ما تستحقش انها تقعد على دكه النادي الاهلي اصلا. الاهلي دي لو ما حصلش فيه بص تفويله كده بعد البطوله ديت، بعد ما خلاص احنا كده كده رجعنا، يبقى عليه العوض ومنه العوض. احنا النهارده كنا نستحق نفوز اكتر من كده، معلش. اسامه ابو علي لو كان فضل في الملعب كان النهارده هيبقى الهداف التاريخي لكاس العالم للانديه، كان ممكن يجيب له 9 اهداف ولا حاجه. جردشار مضيع 3 وبن شرقي مضيع 2 ولا 3 وعمر كمال وقفشه بيتعازم على الكوره ومش راضي يروح. يا جدعان اللي احنا عملناه النهارده ده عك كروي، بظل اللي احنا يعني كنا فايزين، بس مستحيل ان احنا اصلا احنا مش مقتنعين ان احنا هنفوز على فريق اوروبي، فاحنا كده كده مش هنفوز، بما ان بورتو اصلا يعني كانه بورتو السخنه مثلا، فاهم؟ يعني كانه بورتو السخنه، مش ده بورتو اللي بيلعب في دوري ابطال اوروبا كل سنه. فاحنا العقليه اللي عندنا اصلا احنا مش ازاي هنفوز ونروح بكور في الاخر 3-2 وعمر كمال الجون فاضي. عمر كمال انت اخرك تقول انت معلمه، انت ما ينفعش تلعب يا جماعه، ما ينفعش يلعب. في لعيبه على المصحف ما تستحق انها تلعب في النادي، احنا نادي ماشي بالوسايط. احنا لو ما اديناش ربنا في النادي اللي احنا مش شجعه، يبقى اللعيبه دي عليه العوض ومنه العوض. فو على الكوره.